رفاق، وصلنا للسياسة الصحية في ظل الأمة الديمقراطية، مبادئ وأساسيات الطبيعة والخدمات الصحية والصحة. نبدأ محاضرتنا مثل ما قلت تكميل. حكينا بالنسبة للطبيعة، علاقة الإنسان بالطبيعة، حكينا إنه هي البيئة، والبيئة كانت أول اللي صارت عدم، لكن هلا بلشنا نسترجعها، ومثل ما حكى زميلنا إنه عم نزرع ونهتم بالبيئة. هلا حاليا نرجع لأنه الاكتمال الروحي البيولوجي. الاكتمال الروحي البيولوجي هو الاكتمال الروحي، مما يعني أن الوجود الجسدي والفيزيولوجي والوجود الروحي والفكري هن أشياء تكمل بعضها البعض. يعني فيزيولوجية الإنسان، مزاجته مع وجود الإنسن، مع روح بجميع الرفيقات والرفاق بدورتنا هاي، وهي الدورة الثالثة لنا اللي افتتحناها خلال الفترات اللي مرت باسم الشهيدة. دورتنا هاي باسم الشهيدة آزادي ديريك. الشهيدة كانت من الشهيدات المناضلات والمستمثلات اللي قتلت في سبيل الوطن وفي سبيل رجع الله. الرفيقة آزادي انتسبت إلى حزب اليبكة، وكانت مناضلة من مناضلات كردستان اللي كانت على الجبهات، وانجرحت أكثر من مرة وانصابت أكثر من مرة، لكنها ظلت مقاومة وظلت قوية وما وطت راسها أبدا. دائما كانت تقول أنا لازم ضل راسي مرفوع وأرفع راس بلدي أو أرفع راس أهل بلدي. فآخر شيء مشان رجع الله صار في اقتتال، فصارت المعركة حامية جدا، فاستشهدت هي وزميلة لها اسمها سارة خوي. الرحمة على أرواح شهدائنا، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء والشهيدة آدم.